طريقة روعة بقى للبتنجان. انسي اي طريقة جربتي بيها وتعالي جربي الطريقة دي، حلوة قوي، سهل وبسيط وهيعجب كل اللي يدوقه. بس نسمي بالله ونصلي على الرسول ويلا نشوف طريقتنا على طول. في الاول كده معايا حبايتين من البتنجان، انا شويتهم على عين البوتاجاز. تقدري تعمليها على عين البوتاجاز او في الفرن او في الاير فراير اللي متاح عندك. انا هنا البتنجان بتاعي بعد ما شويته ننزل بقى المية بتاعته كده. في الاول قشرته وبعد كده حطيته في الطبق. المية اللي بتنزل من البتنجان دي فيها فايدة فما ترموهاش، حلوة جدا. بعد كده ابتديت ان انا اقطعه كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. بعد كده ههرسه بقى بالهراسة لحد ما يتهرس معايا. انا مش عايزاه برضو مهروس قوي، يعني انا عايزاه ايه، يبقى فيه قطع كده من البتنجان. لو انتي بتحبي البتنجان مفروم قوي ممكن تديله لفة في الكبة، بس هو بيبقى طعمه حلو قوي كده. جربيه بالطريقة دي. هخلصه كله بنفس الشكل. هسيبلك تطبيق حلو قوي بقى، بجيب افكار كتير من عليه بدون انترنت. اول مره بنت وبعد كده بيبقى معاكي على طول على التليفون بدون نت. حمليه عندك واستفادي بيه. عليه اكلات وحلويات ومشروبات. هنا بقى 5 فصوص من الثوم مع قرن فلفل مع ثوم مع كزبره مع ملح. دقيتهم كويس قوي وحطيتهم معلقتين كبار من الخل. 3 ليمونات عصرتهم. معلقتين كبار من الطحينه. قلبي بقى كل الكلام ده كده مع بعضه واحلى سلطة بتنجان هتاكليها، بجد خطيرة. قلبته بقى كده كويس وبعد كده بقى عملت الشكل ده عشان احط شوية زيت زيتون بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم البتنجان بالطريقة دي صحي جدا، احلى من المتحمر بكتير. بعد كده بقى اديت له رشة بابريكا وهديله كمان رشة كمون ورشة ملح. طبعا هو متبل لان التوم بتاعنا فيه كل التتبيلة. وبقى حطيت ليمونه كده وبس. متنسوش تعملوا لايك وشير. باي.